حاجه واحده بس بوجودها هتعيش في نظام، من غيرها هتعيش في فوضى عارمه. تخيل نفسك بتتمشى في السوبر ماركت رايح تشتري طلبات البيت، بس كل المنتجات الموجوده عباره عن عبوات بيضاء يا دوب مكتوب عليها اسم المنتج، زي مثلا ان ده شيبسي او دي جبنه. او وانت بتستخدم تليفونك كل التطبيقات معروضه بنفس الايقونه يا دوب اسم التطبيق متغير. تفتكر هتعرف تعيش بسهوله؟ هنا بيجي دور التصميم الجرافيكي او الجرافيك ديزاين. التصميم بيخليك تعيش حياتك بوضوح ونظام وانت اصلا مش حاسس. حاجات بنشوفها كل يوم عمرك ما تخيلت ان اصلها جرافيك ديزاين، زي علامات الطريق واشارات المرور، دول جرافيك ديزاين. او ممرات المباني زي المستشفيات والبنوك والمطارات، كل المؤسسات دي بدون العلامات اللي معموله بالجرافيك ديزاين هتبقى عباره عن فوضى، زي علامه ممنوع التدخين او مخرج الطوارئ او حتى سلالم المبنى ده فين. التصميم مش رفاهيه، ده ضروره انسانيه عشان نعرف نعيش حياتنا بشكل سلس، خصوصا مع زحمه المنتجات والخدمات ورتم الحياه السريع اللي بقينا فيه. من غير الجرافيك ديزاين يومنا هيبقى ملخبط جدا، واكيد هنعيش في فوضى عارمه. في حاجه شاغله تفكيري بقالها كام يوم وعايزك انت كمان تنشغل معايا. هو التصميم ده جزء من الطبيعه، يعني مولود منها، ولا هو ابتكار انساني بحت؟ ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وفولو لو مهتم تعرف اكتر عن التصميم. سلام.